نحكوا في كل شيء ما شاء الله، وديما نواكبوا كل ما هو جديد بطبيعة في الساحة الإخبارية، كل ما يهم المواطن. وديما أهم حاجة نحكوا عليها فلاحتنا هي اقتصادنا، وتقريبا عندنا فئة كبيرة من الفلاحين كل صباح يحلوا الراديو باش يسمعونا باش ياخذوا جديد، وأكيد يهمهم جديد كل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. باش نحكيو رفقة على جلسة عمل التقمت أمس الجمعة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ليس حمزة والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. نحكيو على مخرجات الجلسة هذه وكل التفاصيل ناخذوها من عند سي خالد العراك نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي يحضر معنا بالتليفون. سي خالد صباح النور. صباح الخير ولك كافة المستمعين. مرحبا بك سي خالد. إذا تحطنا في الإطار وتعطينا مخرجات الجلسة هذه، شكون كان الحاضر يعني وكل التفاصيل. يعني في البداية نحب نثني على كلمتك. الحقيقة اللي ضروري أنه كل السياسيين وكل الشعب التونسي وكل الناس المتدخلين في البلاد هذه واللي يحبوا الخير للبلاد هذه أنهم يعتبروا حقيقة أن فلاحتنا هي اقتصادنا، ومن نجم نقدموا ومن نجم نكونوا في مصاف البلدان الآمنة والبلدان المستقرة والبلدان المتقدمة إلا إذا كان حطينا الشعار هذايا هو الشعار المركزي والرئيسي لتطورنا ولإمكانية تطورنا. الفلاحة سي خالد هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي أكيد. نعم نعم، نحن مش ممكن نجم نطور، وهذه قناعتنا، وذاك علاش في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من المؤتمر اللي فات كان شعارنا الفلاحة هي الحل. لأن يعني لا نعتقد أنه ممكن نجم نطور اقتصادنا ونطور بلادنا من غير الفلاحة، ومن نجم نطور البلاد هذه إلا من خلال الفلاحة اللي هي العمود الفقري والأساس الأول متاع الاقتصاد التونسي. دونك نحن في أمس كان عندنا لقاء مع السيد وزير الفلاحة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وبرئاسة الأخ رئيس المنظمة عبد المجيد الزار. كان طبعا اللقاء هذا في إطار اللقاءات المتواترة مع وزارة الفلاحة، باعتبار أن وزارة الفلاحة هي اللي مهتمة بهذا القطاع الحيوي في البلاد، ونحن المنظمة للدافع عن الفلاحين والدافع عن الفلاحة. بالطبيعة اللقاء كان لتدارس وضعية القطاع الفلاحي عموما وتدليل المشاكل اللي تم التطرق لها في الاجتماع. يعني انتم كما تعرفوا احنا عندنا سنين توا، والحقيقة العديد من الصعوبات اللي قاعد يمر بها القطاع الفلاحي ومنظومات الانتاج الفلاحي. طرقنا الى كل ما يشغل الفلاح، ما يشغل التوانسة، ما يشغل المنظمة التونسية للفلاحة والصيد البحري، في كل ما عنده علاقة بتعطيل منظمة الانتاج واللي خليها ما هيش قادرة اليوم باش تكون في تحقق الاهداف نتاعها المرجوة من اجل استقرار البلاد ومن اجل تطوير الاقتصاد التونسي. يعني سي خالد، هو الجلسة هذه جت على اثر البيان اللي اعلنتوا فيه باش تحركوا في سلسلة من الاحتجاجات. لا ماهوش يعني ماهوش نفس لا مش بالضروره هكا. صحيح ربما هو اللقاء تاخر شويه مع السيد وزير الفلاحه بالحكومه هذه، ولكن احنا راهو جلساتنا لم تنقطع مع الوزاره ومع الادارات العامه. البيان متاعنا كان صحيح هو دق ناقوس الخطر لما تمر به المنظومات، وإن كان المسألة هي مسألة تراكم، وهذا احنا وضحناه وقلنا راهو التراكم اللي حل في متاع الصعوبات اللي حل بالمنظومات هو اللي خلى الوضعية الآن هاكم تشوفوا معناها في ندرة الموارد وندرة الإنتاج وصعوبة تحرك الفلاحين، وكذلك الوضعية متاع مسالك التوزيع وغيره. دونك نحن في وضعية صعيبة شوية إذا كان واللقاء مع السيد وزير الفلاحة حاولنا باش نحاول نلقاو حلول ونتخطاو كل الصعوبات اللي ممكن هي قاعدة تعطل فينا في كل المنظومات. تطرق الأهم حاجة سي خالد يعني مشاغل الفلاحين بصفة عامة والمشاكل اللي يعاني منها الفلاحين يعني بصفة عامة، هل تم التطرق لها والحديث عليها؟ بالطبيعة نحن تعرف اللي نحن عندنا توا موسم زراعة كبرى ومعناها نعول على انه باش يحق لنا الحد اللي ممكن معناها باش يخلينا معناها يحق لنا اكتفائنا الذاتي وغيره.
الصعوبات كانت صعوبات كبيرة، صعوبات في مدخلات الانتاج واساسا في الاسمده والبذور، ولحد الان مساله معضله الاسمده مازالت قائمه، وهذا اللي تحدثنا فيه مليح مع السيد الوزير ومع الساده المدراء العامين اللي كانوا حاضرين، وكان الوعد انه في غضون الايام القليله القادمه باش يقع تغطيه كل حاجيات الفلاحين بالاسمده وخاصه المونيتر بالنسبه للزراعات الكبرى، وهذه بالطبيعه باش تخلينا نتجاوز عقبه من العقبات اللي تخلي انتاجنا ماهوش في المستوى المأمول. كذلك تطرقنا للقضايا اللي تهم منظومه الالبان، منظومه اللحوم البيضاء والبيض، الصيد البحري والصعوبات اللي يعاني منها قطاع الصيد البحري. يعني تقريبا احنا تعرضنا الى كل ما يشغل الفلاح وكل ما يعطل فلاحتنا، وحاولنا انه نقدموا حلول، حاولنا انه تكون عندنا مقترحات ايجابيه للوزاره. قبل ما نحكوا على الحلول سي خالد، هل تم الحديث ولا تطرق للاحتكار؟ نحن نعرفوا الحقيقه اللي للاسف فما احتكار اليوم في المواد الفلاحيه ولا في القطاع الفلاحي بصفه عامه، فما شويه احتكار الحقيقه وما ننكروش الشيء هذا. هل تم التطرق يعني للنقطه هذه ولا؟ هو شوف، راهو مسألة الاحتكار هذه مسألة معقدة جدا، والأكيد أنه أكثر واحد بريء منها ومش ممكن ينجم يكون فيها وينجم يكون اللي مساهم فيها هو الفلاح المنتج، لأن المنتج وقت اللي ينتج باش يبيع مش باش يحتكر، وإذا كان ثم احتكار فأكيد أنه ثم حلقات أخرى ضروري أنه تقع مراقبتها، وإذا كان ثم شكون مخطئ ضروري أنه يقع الضرب على يديه. دونك هذا الكلام احنا بالطبيعة تناولناه وحكينا فيه. الأكيد أنه العديد من الحلول قدامنا وقدمناها حتى الحكومات المتعاقبة القديمة وتحدثنا فيه الموضوع وقدمنا، ولكن للأسف ما كانش ثم جدية في التعاطي. اليوم عاودنا قدمنا نفس الحلول اللي قدمناها قبل للسيد الوزير، واللي الأكيد باش يطرحها على الحكومة متاعه، والأكيد أنه ربما إن شاء الله احنا نأمل أنه ياخذوا بالمقترحات متاعنا، لأنه كما كنت نقول لك راهو إشكالية مسالك التوزيع وندرة معناها المواد الاستهلاكية، هذه مسألة معقدة. بالنسبة للإنتاج الفلاحي، الإنتاج الفلاحي المعروف أنه عندنا تقريبا نحن 30% من الإنتاج الفلاحي اللي يضيع بعد الانتاج، معناها فما ضياع قرابه الثلث نتاع الانتاج التونسي، سواء كان في اسواق الجمله والا في الضيعه والا في مسالك التوزيع، والضياع هذايا بالطبيعه باش يخلي الشعب التونسي ماهوش لاقي شنو اللي معناها باش يضيع على الاقل 30% من امكانيات الانتاج نتاعو. دونك فما حلول عديده جدا وقدمناها وتحدثنا فيها على اساس وانها مش قبول مبدئي سي خالد لبعض الحلول هذه. ايه هو احنا راهو القبول المبدئي مش كان في الحكومه هذه ومش كان مع السيد الوزير هذا، تقريبا كل الوزراء نتاع الفلاحه وخاصه ولا حتى الحكومات في اطار الحوارات 5+5 معاهم كلهم يقبلوا مبدئيا، لكن بعدين ما يتمش التطبيق، يعني ما فهمش. ولكن المشكله هذا هو معناها فما ربما عندهم أولويات أخرى، عندهم توجهات أخرى، ولكن في حديثنا وفي الكلام وقت اللي يتقال ووقت اللي نصادقوا ووقت اللي نقروا على أساس وأن هذه مقترحات جدية وجادة وممكن البناء عليها. ولكن للأسف إن شاء الله نحن نأملوا أن الحكومة هذه ما تكونش عندها نفس التوجه ونفس الخيارات متاع الحكومات الأخرى إن شاء الله. وتعرفوا اللي يجرب الحاجة اللي فشلت أكيد باش يفشل، ونحن ما نحبوش لازم معناها ما نحبوش الحكومه هذه تمشي في نفس خيارات الفشل اللي مشات فيها ربما حكومات اخرى، وهذا اكدناه عديد المرات في خروجنا الاعلامي ومحاضراتنا وكل معناها اتصالاتنا بالحكومات واتصالاتنا بالاعلام واتصالاتنا بهيكلنا، وقلنا راهو او شنو اللي عندنا من خيارات او شنو اللي عندنا من حلول. ولكن الإشكال كان هو إشكال سياسي، إشكال خيارات وإشكال إرادة سياسية حقيقية بجعل الفلاحة هذه هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي كما سيادتك تفضلت في أول الكلمة بتاعك.
لو تعطينا يعني فكرة على المقترحات اللي قدمتوها بعد تشخيص الوضع الراهن مع الوزير، يعني وزير الفلاحة، بعد تشخيص الوضع الراهن اللي تعيشه تقريبا كل منظومات الإنتاج اليوم، شنو هي أهم المقترحات اليوم اللي قدمتوها سي خالد؟ يعني نحن لو ناخذ القطاعات الاستراتيجية الكبرى، يعني قطاع الألبان، قطاع الصيد البحري، قطاع الحبوب، وقطاع اللحوم البيضاء والبيض، يعني القطاعات الاستراتيجية هذه اللي تعرفوا بكلكم اللي عندنا فيها إشكالات وإشكالات كبيرة، معناها تعيق التطور متاعها وتعيق أنها تكون المورد الأساسي للسيادة الغذائية التونسية. دونك نحن بالنسبه للحليب اكيد انه كلفه الانتاج اليوم على الفلاح هي كلفه عاليه جدا، ولكن للاسف ما فماش اجراءات حقيقيه باش تقلل من كلفه الانتاج هذه، وقت اللي نعرفوا انه كلفه الانتاج في الحليب تقارب 60% منها هي الاعلاف، والاعلاف تقريبا يوميا قاعدة تزيد بصفة غير معقولة، في الوقت أنه الدولة قاعدة تتدخل بدعم المنتوج هذا وبدعم معناها بمونطان كبير برشا. وقتنا نعرفوا اللي الدولة تتدخل في حدود 570 مليم لدعم إثارة الحليب، نعرفوا انه راهي الكاهل متاع المواطن وكاهل المستهلك قاعد يثقل برشا في المنظومه هذه، ولكن ضروري انه يقع تدخل، وضروري انه تقع الحديث مع مصنعي الاعلاف باش يحدوا من الزيادات المشطة هذه ويخليوا المادة هذه تنتج بطريقة معقولة، لأنه الفلاح اللي يخرج من منظومة الألبان راهو يخرج مع يرجع، لأن منظومة الألبان عزوف كبير قاعد يصير في ظل يعني الزيادات هذه. المواطن يلقى روحه خاسر في كل الأحوال، يولي يقول لك يا خويا أنا بفك عليا ما عادش نكسب البقر، ما عادش نشوف الألبان المنظومة كلها، ومشكل في يعني المجال هذايا في باقي المجالات زاد الأدوية بصفة عامة في يعني الخضر، الناس اللي تفلح كلها تقول لك الأدوية زادت، وهذا إذا كان لقيت أصلا في بعض يعني الأدوية تكون مفقودة، زاد اللي يكون عامل من العوامل اللي يخليهم اليوم في عزوف كبير عن المنظومة. نعم هذا هو معناها. هذه بالنسبة لتكلفة الإنتاج راهي مسألة مرهقة للفلاح التونسي، لأنه الإشكال أنه ما فماش دعم مباشر للإنتاج، فما دعم للاستهلاك صحيح، ولكن الدعم للاستهلاك راهو ما ينجم كان يقوي المنظومات متاع الاحتكار، لأنه منظومات الاحتكار راهي بالأساس تعتمد على منظومات الدعم. منظومات الدعم هي الممول الأساسي لمنظومات الاحتكار، وبالتالي فضروري أنه ننقل الدعم للإنتاج وليس للاستهلاك باش نقطع الطريق على كل ما من شأنه أنه يخنق الشعب التونسي في القوت متاعه. فما وضعية أخرى هي وضعية الإنتاج البحري والإنتاج الأسماك، يعني هذا يمر اليوم بصعوبات كبيرة، والصعوبات هذه هي بيد معناها حلها ما ينجم يكون كان بيد الدولة التونسية. يعني نحن بدينا استعداد كبير. الظروف الصعيبة يعني هذه يمكن تفسر الغلاء الكبير يعني في الأسماك اليوم. حقيقة ثم فرق كبير بين عمناول وبين سناف في سعر الأسماك اللي تزيد نهار بعد نهار حسب ما نعطيقين نشوف. طبعا نحن إذا كان تعرف اللي احنا راهو خسرنا في على الأقل في جهة من الجهات الكبرى من صفاقس وجهة الجنوب خسرنا قرابة 50% من إنتاجنا اليوم ما احناش قاعدين نطلعوا فيه، وهذا نتيجة للصيد العشوائي اللي دمر كل المنظومات، دمر الأسماك، دمر الإمكانيات التونسية في الأسماك، وهذا بالطبيعة ما ينجم يكون معناه الوحيد اللي قادر باش النجم يتصدى له هي الدولة. ضروري أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في مراقبة الناس اللي قاعدة تصطاد عشوائيا واللي قاعد تدمر في مخزوننا البحري. مخزوننا البحري ضروري أن نحافظ عليه، ونعرفوا أنه في محافظتنا على مخزوننا
باش يكون عندنا انتاج كبير وفي نفس الوقت امكانيه كبيره للتصدير، وامكانيه التصدير بالطبيعه باش تدخل لنا عمله صعبه. نعرفوا ان اليوم اذا كان الصيد البحري يدخل في 700 مليار سنويا، فانا متاكد لو تقع مراقبه مساله الصيد العشوائي والحفاظ على مخزوننا البحري، الاكيد ان نجم نتجاوزوا المليار ال1000 مليار واكثر معناها وفي اشهر قليله مش بعيد. دونك هذا من جمله القضايا اللي ركزنا عليها. كذلك كما كنت نحكي من الاول هي مساله توفير مدخلات الانتاج، توفير الاسمده، توفير البذور، وهذه كما زاد كيف من مهمات الدوله التونسيه. مهمات الدوله التونسيه اللي ضروري انه تعرف انه بالقضايا اللي هي صغيره في كل الحالات، معناها ماهيش باش تكلفها حاجه كبيره، ولكن قادره باش تنجم توفر لها مداخيل كبيره، وباش تخلي الشعب التونسي يحس بهالامن الغذائي اللي هو اصل الامن في لانه ما نجموش نحكيو على حتى النوعيه نتاع امن اذا كان الامن الغذائي مفقود. وبالتالي ضروري ان تتضافر مجهودات كل المتدخلين، الدوله اساسا، المهنه، الفلاحين، وكل ما عنده علاقه بالبلاد هذه، باش يخلي البلاد هذه تعيش في الحد الادنى من الامان او بما ينفعها من امن وامان واستقرار، باش نجم من بعد نحكيو على مستقبل، ونحكيو على مستقبل اجيال قادمه. اكيد لازم مزيد العمل من طرف هيكل الوزاره، اكيد في اطار تشاركي مع المنظمه الفلاحيه لتجاوز كل الاشكاليات هذه سي خالد، واكيد هذا ما يكون كان بتضافر الجهود كما كنت تحكي. شكرا لك، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه وعلى كل اللي فتنا به. سي خالد العراك، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، شكرا لك. مرحبا. اذا باش نحكوا على الفلاحه اليوم الحقيقه باش ناخذوا ساعه وساعتين واكثر، يمكن ما نجموش نطرقوا لكل جوانبه. كما قلنا هو واحد من اهم ركائز الاقتصاد اليوم، وواحد من اكبر المشاكل اليوم اللي صايره في القطاع، مشاكل كبيره برشا، وللاسف تلت العشريه هذه قاعدين يهمشوا في القطاع اكثر واكثر. ما فمش حلول جذريه اليوم يعني لتجاوز الاشكاليات العالقه هذه، ولا للنظر في اهم مشاغل الفلاح المنتج غيره. دونك تتفاقم الازمه اكثر. هذا نتمنوا احنا انه الوزاره بالحق تكون اليوم عندها حلول، مش عندها الحلول يعني نعطوها لها صحيح، فقط ان شاء الله يتم العمل على هذه الحلول، ان شاء الله نديركوا كل الاشكاليات. ان شاء الله نديركوا كما كنا نحكوا كما حكينا مع سي خالد. الفلاحه اليوم هي العمود الفقري للاقتصاد، اذا كانت تصلحت فلاحتنا يتصلح اقتصادنا وتتصلح بلادنا الكل، وان شاء الله اللي جاي خير، وان شاء الله مستقبل الكل خير. هكا رفقه نكونوا وصلنا لنهايه حصتنا اليوم من الصباح رباح. تحيه كبيره 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 لايهاب عجمي اليوم اللي امن لنا الحصه هذه واللي كان معنا في الاخراج. تحيه لكم انتم زاده، تحيه كبيره اللي رافقتونا اليوم من الصباح حتى للتوا. كهوى يزي. احنا نتقابل اكيد الاسبوع القادم غدوه ان شاء الله ماتينال الصباح رباح مع سوسن. ما ننسوش منال كانت حاضره معنا في قسم الاخبار، وبقيه الفريق وكل الناس اللي تسمع فينا وتسمعنا كل يوم يعني الاوفياء متاعنا راديو كرم FM. اجمل التحيات، نهايه اسبوع مريحه وطيبه للجميع، ومتابعه طيبه ديما لبقيه البرامج.